بسم الله الرحمن الرحيم، وحدوتة جديدة من حواديت رياضية على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. من هنا من المركز الأولمبي بالمعادي، مكان معسكر منتخب وزارة الشباب للصم مصر المشارك في البطولة الودية بأبو ظبي. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا وحلقة قوية وتغطية كبيرة ولقاء مع معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ولقاءات مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين من منتخب مصر الخماسي للصم. انتظرونا وحلقة قوية على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. الدوري اللي احنا كنا موجودين فيه على طول دوري الصم، وكمان معاكم المنتخب اللي بيمثلوا مصر. سلوكيات المصريين دايما سلوكيات عالية جدا، بتلعبوا وبتكسبوا وبنكسب البطولة ما نخسرش. ما تعملوش بقى زي الفرق بتاعتنا الكورة اللي هي ما بتكسبش عايزة تكسب. دايما لما بنكلم الناس بنقول لهم موتوا نفسكم بس لازم تكسبوا، لكن بيكون في سلوك رياضي واحترام المكان اللي احنا فيه، لان الاخلاق الرياضيه احنا كمان بنهتم بيها جدا. دكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة، بنرحب بحضرتك معانا وأنا سعيد على المستوى الشخصي وجودي مع حضرتك. كلمة من حضرتك لأبطالنا منتخب مصر الخماسي للصم، منتخب وزارة الشباب اللي مسافر لدولة الإمارات للبطولة الودية. احنا اولا بنشكر مؤسسة زايد على تعاونها الشريك الاستراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، ويعني المشروعات الكتيرة اللي ما بيننا وما بين مؤسسة زايد. كمان بيساعدنا ان احنا نشارك في مناسبات مختلفة بيكون وراها مؤسسة زايد في الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا المشاركة والتواجد ونجاح كل حدث من خلال يعني ولادنا منتخب الصم. كلمة صغيرة من معاليك يا فندم، قدرون باختلاف أبطالنا من ذوي الهمم اللي في جعبة وزير مننا الدكتور أشرف صبحي بعد اللي وصلنا له مع أبطالنا الدوليين. إيه اللي بيفكر فيه الدكتور أشرف صبحي من خلال أبطالنا الموجودين في مصر؟ لا، بنفكر دايما على طول إن احنا نهتم بيهم زيهم بالظبط زي الأسوياء، يتعلموا ويشتغلوا ويلعبوا الرياضة ويشتركوا في كل الفعاليات، كلها باكج بنقول الرياضة المصرية يعني. دكتور أشرف صبحي بنشكر حضرتك ودايما موجود في وسطينا ومعانا مع أبطال مصر. شكرا يا فندم. ولقاءنا دلوقتي هيكون مع المدير الفني الكابتن محمود طه، المدير الفني لمنتخب وزارة الشباب مصر للصم المشارك في الدورة الودية المقامة في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. كابتن محمود شرفتنا ونورتنا، ضيف غالي وعزيز على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. اهلا بحضرتك وشكرا جزيلا انتوا جيتوا تغطوا الحدث زي دوت. كابتن محمود، كلمنا عن منتخب وزارة الشباب مصر للصم وكلمنا عن البطولة اللي انتوا رايحينها، ودي استعداد لإيه في الفترة اللي جاية؟ البطولة دي أول مرة مصر تعمل كرة صالات. اخدنا مجموعه لعيبه من دوري مراكز الشباب بتاع الصم بتاع المحافظات. كنا اخدنا في حدود 30 35 لعيب، اخترناهم عملنا لهم معسكر، ربنا كرم وقدرنا ناخدوا احسن 10 منهم. اشتغلنا عليهم، اكيد كانت في مشاكل عشان هم برضك دوت لعيبه ملعب كبير، ملعب 11 مختلف عن كره الصالات. عملنا اكتر من ده سادس معسكر نعملوه قبل المعسكر الاخير قبل السفر. عملنا ماتشات وديه كتير، اكتر من 15 ماتش مع انديه الدوري الممتاز في كره الصالات، عملنا مع هواه مع لعيبه شركات. يعني الحمد لله استعدنا كويس للبطوله ديت، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونرجع بالبطوله. كابتن محمود، في سؤال مهم اكيد بيدور في اذهان كل اللي بيتفرجوا علينا، بتتعامل ازاي مع الولاد في موضوع الصم، في طريقه التعامل، في ان انت لو بتدي تعليمات، لو عايز تقول للعيب فيهم حاجه، ده بيتم ازاي؟ معانا مترجم اشاره بيقدر يتعامل، هو همزه الوصل ما بيني وما بين اللعيبه، هو بيقدر يترجم لهم كل حاجه، وهم لو عايزين حاجه بيقولوا له بيبلغوني. كابتن محمود، بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله ترجعوا لنا من هناك بنتيجه كويسه تبقى دافع في الفتره اللي جايه. ربنا يكرمك.
ورجعنا لكم مرة تانية، والقانا دلوقتي هيكون مع الكابتن أحمد جمعة المدير الإداري لمنتخب مصر للصم مصر. كابتن أحمد شرفتنا ونورتنا أمام عدسة تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. حبيبي اهلا بيكم منورنا والله، شكرا جدا على تغطيتكم الحدث يعني. كابتن أحمد كان معانا لقاء دلوقتي مع المدير الفني واتكلمنا معاه في شوية فنيات، واتكلمنا معاه عن المنتخب اللي موجود. الشغل الإداري مهم، المدير الإداري بيكون على عاتقه حاجات كتيرة جدا، هو كمان اللي بيجهز الفريق وبيخلي المدير الفني ذهنه فاضي، وبيخليه كمان جاهز انه يعمل شغل الفنيات بعيد عن أي مشاكل إدارية. ايه اللي حضرتك قايم بيه مع منتخب مصر وكمان في البطولة اللي انتوا رايحينها في أبو ظبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا في الاول بحب اشكر معالي وزير الشباب والرياضه ومكتب قادرون دكتور محمد عبد الستار والدكتوره هدى. هم لو احنا وصلنا للمرحله دي هم سبب كبير جدا في كده. بعد موافقه معالي الوزير جات لنا الدعوه من الامارات. اول ما الدعوه جت هو طبعا عرضناها لسياده الوزير، وسياده الوزير طبعا وافق وقدم الدعم، كل الدعم للفريق، وان شاء الله يعني نوصل نعمل حاجه محترمه باذن الله. احنا كمدير اداري كشغل يعني ان احنا وفرنا اللعيبه المعسكرات، رحنا الغردقه ورحنا اسكندريه وجينا هنا المركز الاولمبي عشان بنجهز اللعيبه، بقى لنا حوالي 3-4 شهور شغالين. احنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر كل حاجه موجوده كلاعب كوره، ان انت تبقى عشان تقدر تشتغل، للمدير الفني للمترجم للعيبه، ان انت تقدر تشتغل الكواليس اللي بره اللعب دي، فدي بتبقى تخصصي انا بمساعده طبعا دكتور محمد والدكتوره هدى. بس احنا الحمد لله وصلنا، يعني عملنا 5 معسكرات في خلال 4 شهور، وده المعسكر الاخير باذن الله عشان نسافر باذن الله للبطوله باذن الله. دعواتكم كده ان شاء الله ربنا يرجعنا بيها يعني. كابتن احمد، ايه الفرق او ايه الدول اللي مشاركه في البطوله اللي هيشارك فيها منتخب مصر؟ هي البطوله الوديه التابعه لمؤسسه زايد العليا بالامارات. البطوله هتتعمل مجموعتين، كل مجموعه 3 فرق. في فرقتين من دوله الامارات، كل فرقه على راس مجموعه. المجموعه الاولى فيها مصر والسعوديه وابو ظبي. المجموعه الثانيه فيها فرقه العين الاماراتي، وفيها منتخب المانيا، وفيها المانيا والسعوديه، وفي منتخب المغرب موجود برضه في المجموعتين يعني ان شاء الله. فالمجموعه احنا ان شاء الله هنوصل باذن الله يوم 21، هنلعب يوم 23. احنا كمصر ماتش الافتتاح هنلعبه مع فرقه ابو ظبي ان شاء الله، عندنا راحه يوم، والماتش اللي بعده هنلاعب منتخب السعوديه باذن الله. كابتن احمد جمعه المدير الاداري لمنتخب مصر، بالتوفيق وترجعوا لنا ان شاء الله بنتيجه جيده من ابو ظبي. حبيبي انا حابب اشكرك على شخصك واشكر استاذ محمد صلاح على تغطيتكم الحدث. حقيقي احنا مبسوطين جدا، اللعيبه كلها مبسوطه بوجودكم، ان انتوا يتصوروا ان هم يتعمل لهم سيشن قبل البطوله، دي حاجه محترمه، ان هم يطلعوا نفسيتهم كويسه باذن الله، ودعواتكم لنا. شكرا. كان مهم يكون معانا بعض لاعبي منتخب مصر للصم، ومعانا الكابتن محمد عبد السلام اللي هيترجم لنا مع ابطالنا من منتخب مصر للصم. كابتن محمد، الاول شرفتنا ونورتنا امام عدسه تلفزيون حلوان جنوب العاصمه. شرف لينا يا فندم، والف شكر على تغطيتكم للحدث. كابتن محمد، عايزين نعرف كل جمهورنا على لاعبتنا، كل واحد يقول اسمه ومركزه في الملعب. أول اسمه أحمد سالم سرور، بيلعب مكانه إن شاء الله راح دولة الإمارات هيلعب تمام، يمثل منتخب مصر إن شاء الله. هو مبسوطين جدا إن شاء الله بإذن الله يحصلوا على البطولة. هم كله في الخماسي كلهم بيتحركوا في كل الاماكن، ما لهوش مركز ثابت، هو ممكن يلعب ورا، ممكن يلعب قدام، ممكن يلعب مهاجم. نتعرف على اللعيب الثاني. نتعرف. احنا هنا اتمرنا. اسمه رضا عبد الوهاب تمام. هنا حاليا هم مركزه هنا برضو في الملعب، في نص الملعب، وهو بيلعب في الدفاع وبيلعب في الهجوم في كل الاماكن. لان الخماسي احمد محسن هو مبسوط خالص، وبشكركم جدا. بشكر كابتن احمد جمعه وكابتن محمود طه على التدريبات والشغل اللي اتعلموه معاهم. هو بيلعب برضو في كل حتة في الملعب، قدام وورا ومع زمايله، وإن شاء الله
يحصلوا على البطوله. كابتن محمد، عايزين نسأل أبطالنا عملوا إيه في المعسكر واستفادوا من التدريبات، وإيه اللي استفادوه الفترة اللي فاتت من بعد ما كانوا بيلعبوا فريق كبير دلوقتي بيلعبوا في الصالات خماسي. التدريبات هم كانوا بسم الله ما شاء الله، يعني ما كانوش بنعمل لهمش في الصاله، ابتدوا يتعلموا من الكباتن وراحوا الغردقه وراحوا اسكندريه، ابتدوا يبقوا مع المسؤولين كابتن احمد وكابتن محمود، اتعلموا حاجات كتير واستفادوا ان هم ازاي يلعبوا صالات وازاي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هيكونوا حاصلين على البطوله في الامارات باذن الله، وان شاء الله مع الصوم كلهم باذن الله على قلب رجل واحد. كابتن محمد، عايزين نسأل أبطالنا إيه طموحهم الشخصي ومع منتخب مصر، وإيه طموحهم في البطولة اللي هتكون موجودة في أبو ظبي؟ ان شاء الله هو مع اخواته الصم مع كل الفرقه بيطمحوا في حاجات كتير، ان هم ان شاء الله لما يروح الامارات باذن الله يحصلوا على البطوله ويرجعوا بيها هنا ان شاء الله مصر ويتصوروا بالكاس. كابتن محمد، بنشكرك وعايزين حضرتك تشكرهم وتقول لهم ان شاء الله بالتوفيق يرجعوا لنا من ابو ظبي ان شاء الله معاهم البطوله. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن محمد، بنشكرك جدا. شرف لي يا فندم، الله يخليك. شكرا. وفي نهاية حلقة النهاردة من حواديت رياضية على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة، لا يسعنا سوى شكر معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللي خصنا النهاردة بكلمة من سيادته عن منتخب وزارة الشباب والرياضة مصر للصم اللي مسافر لدولة الإمارات في البطولة الودية المقامة في دولة الإمارات. وكمان حابين نشكر مؤسسة زايد العليا الراعي الرسمي للبطولة، وكمان حابين نشكر الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للصم، نشكر المدير الفني الكابتن محمود طه، وبنشكر الكابتن أحمد جمعة المدير الإداري، وكمان بنشكر الكابتن محمد عبد السلام مترجم الفريق. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، تغطية جديدة وحدوتة جديدة من حواديت رياضية على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. يا رب تكونوا انبسطتوا بحلقة النهاردة وتغطية النهاردة مع منتخب مصر للصم. انتظرونا وحلقات جديدة قوية وتغطية جديدة قوية من حواديت رياضية، انتظرونا وإلى اللقاء.